بسم الله بديت وعلى النبي صليت، ويا سامعين الكلام صليوا على شفيع الأنام. يا سادة، يا مادين العقول، ويا الحاضرين معايا في هذا المقام، أجيوا تقربوا وتسمعوا حكاية من حكايات الزمان، ماشي خرافة ولا من نسج الخيال، بل حقيقة علمية خطوها جدودنا اللي غبروا في مغرب الزمان القديم. اليوم غنعاود ليكم في هذا المقال الجامع على آثار خطوات العرائش، السر اللي خباه البحر 90,000 عام وعاد بان لينا في هذه الأيام باش يكتب سطر جديد في موسوعة تاريخ الإنسانية. كان يا مكان، حتى اليوليوز من عام 2022 جابوا الخبراء والعلماء طريقهم لشط العرائش البهية كيقلبوا في الصخر والحجر. فريق فيه علماء من بلادنا المغرب ومن فرنسا وصبليون وألمانيا بقيادة العالم المغربي منصف سدراتي، ومعاه أنا السدراتي ومجموعة من الباحثين. كانوا كيقلبوا في الأصل على أسرار الصخور حتى بانت ليهم علامة في الأرض، خطوات بعتها خطوة. من اللي دققوا الشوف لقوها خطوات ديالنا، خطوات الإنسان العاقل هومو سابينس. ومن اللي استعملوا العلم الحديث وتقنية التأريخ باللمعان المحفز بصريا باش يعرفوا شحال في عمر هذا الأثر، وقفوا مبهوطين. هذه الخطوات عمرها تقريبا 90,000 عام يا حسرة، وهي أقدم آثار أقدام بشرية في شمال إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط كامل، وواحدة من أحسن المواقع المحفوظة في العالم من العصر البليستوسيني المتأخر. شوفوا معايا يا الحاضرين وتخيلوا ذاك الزمان، 85 خطوة مطبوعة في الرملة اللي ولات صخرة قاصحة مساحتها 2800 متر مربع. الخبراء قالوا لنا باللي هاد الخطوات خلاوها على الأقل 5 ديال الناس، عائلة ولا جماعة، فيهم الكبار وفيهم المراهقين وفيهم حتى الصبيان الصغار. كانوا غادين جهة البحر كيقلبوا على رزقهم من الحوت والموارد البحرية. خطواتهم بقات شاهدة عليهم كأنهم دازوا غير البارح. سبحان من حفظها من موجات البحر الغدارة وغطاها بقبقة ديال الملح والطين باش توصلنا اليوم رسالة من التاريخ المنسي. وهذا الاكتشاف يا الحباب ماشي غير حكاية دازت، هذه إنجاز تاريخي يفخر للمغرب والمغاربة. بلادنا كما كتعرفوا ديما كانت مهد للبشرية. واش نسيتوا جبل إيغود، البلاصة اللي تكتشفت فيها أقدم بقايا ديال الإنسان العاقل اللي كترجع ل 300,000 عام؟ هاد الخطوات ديال العرائش جات كتكمل الحجاية وكتأكد للعالم كله باللي أرض المغرب كانت ديما عامرة بالناس، وباللي جدودنا عاشوا تأقلموا واستغلوا خيرات البحر وصنعوا تاريخهم على هاد الأرض السعيدة. هاد الاكتشاف العظيم تنشر في أرقى المجلات العلمية في العالم بحال مجلة Scientific Reports تابعة لدار نشر نيتشر في بداية عام 2024، وخلى العالم كامل يهضر على العرائش وتاريخ المغرب العميق. إيوة يا السامعين، هذه هي قصة القوم اللي غبروا خلاو الأثر باش يوريونا الطريق ويأكدوا لينا باللي الإنسان العاقل داز من هنا وخلى بصمته. الأرض كتهضر وتاريخنا محفور في الحجر. وهكا سالات حلقتنا ومقالتنا اليوم. الله يرحم من قرأ وسمع وخلى العقل يتدبر في تاريخ بلاده القديم.